سؤال رقم 42 في بلورة السيليكون النقي. طبعا المسائل من النوع ده احنا بنحلها بقانون فعل الكتلة، قانون بسيط، ال N في ال B بتساوي NI تربيع. طيب ليه الطلبة بتشتكي من مسألة زي دي؟ المشكلة في المسألة دي هي استخراج البيانات. ازاي بكتب البيانات عشان اقدر اعوض في القانون البسيط ده؟ تعالوا كده نشوف ازاي هنكتب البيانات اللي موجودة في المسألة. بلورة السيليكون النقي كان تركيز الفجوات الموجبة. طيب ادام دي بلورة نقية فاحنا بنسمي الفجوات او حتى الالكترونات الموجوده فيها بان اي. يبقى دام قال لي دي نقي يبقى ديا هتبقى ان اي. يبقى ان اي هتساوي 10 اس 12. ما تركيز ذرات الفسفور؟ الفسفور ده عنصر خماسي، ما بنكتبش رمزه فسفور، ما بنكتبش كده كبيانات. الفسفور ده بنبقى عارفين ان هو عنصر خماسي يحتوي على 5 الكترونات، فبيكون 4 روابط ب4 الكترونات، بيبقى الكترون بيمنحه للبلورة عشان تزداد توصيليتها بيه، وهو بيتحول إلى أيون موجب، يعني بيصبح اسمه ان دونر. ان دونر ده عدد تركيزه بتركيز الإلكترونات اللي هيمنحها، يعني كل فسفور هيمنح إلكترون، وبالتالي لو عرفت تركيز ان دونر هعرف تركيز الإلكترونات. يبقى بدل ما اكتب ذرات الفسفور كتبت ان دونر، وكتبت كمان بداله ان ده او ده. طيب القيمة دي مالها؟ قال لك القيمة دي مجهولة ومطلوبة. طيب ايه بقى لازم اضافته ليصبح تركيز الفجوات؟ هو عايز القيمة بتاعت الان دولار عشان يصبح تركيز الفجوات بها 10 أس 10. طبعا لما احنا نضيفه البلورة هتصبح ساعتها البلورة مطعمة، ولما تبقى مطعمة بيبقى تركيز الفجوات في البلورة المطعمة رمزه بي، مش ان اي، بي، هيبقى 10 أس 10. خلاص كده انا اصبح معايا البيانات. هكتب بقى قانون فعل الكتلة ان بي بيساوي ان اي تربيع، وافتكر ان هو عايز ايه؟ هو عايز الان دولار مش موجود في القانون، استبدله بالان. يبقى لو انا جبت الان يبقى هو ده المطلوب. يبقى الان هيساوي ان اي تربيع على البي. الان اي بكام؟ ب 10 اس 12، بس مش تنسى تربع. 10 اس 12 الكل تربيع على تركيز الفجوات اللي هو 10 اس 10، هيطلع معاك 10 اس 14 عشان تبقى الاجابه الصحيحه رقم الف.